الرنساج مش عاجبني اللون ده في الاضاءه كده بيبقى لونه مقرنش شويه. انتوا عارفين طبعا الصبغه، اي صبغه فاتحه مع الوقت بتخلي لون الشعر يقلب على اورنج، وانا اكتر لون بكرهه بقى لما يبقى الشمس طالعه كده ان اللون يدي على اوكسداي كده. فجبت صبغه بلو بلاك وعليها حبه اكسجين صغيرين وحبه شامبو، وبنغسل شعرنا بيها كاننا بنستحمى عادي. فانا قررت ان انا اعمل شكلت ان انا عارفه شعري ده، عرفت فرح الوراثه، ربنا يستر على فريده. هشوف بقى اللون هيبقى عامل ازاي وهنعمل مع بعضينا. دي الصبغه البلو بلاك اللي انا قلت لكم عليها، بحط حته صغيره كده بس ما بكترش عن كده عشان نعمل الرنساج ومش عايزين نزود عشان الشعر ما يغمقش قوي. ودلوقتي هحط حبه اكسجين برضو، بس اكسجين حبه اكتر شويه عشان يدي افكت. وهنخلط دول المزيج ده مع بعض كده، الاكسجين بالصبغه كويس قوي مع بعض. دلوقتي هحط عليهم شامبو، اي شامبو عندكم، كميه كبيره بقى اللي هي فاهمين ترغي الشعر، كل طبعا واحد حسب طول شعره. وبرده نخلطهم كويس. ما خلطته مع بعضه بصوا اللون بقى ازرق ازاي. عارفين عامل زي ايه؟ عامل زي الشامبو البيربل اللي احنا بنجيبه عشان نعمل الرنساج. فانا هعمل بقى الرنساج من البيت ونشوف هيبقى عامل ازاي. مش هفرق، انا هعمل كده فاهمين يعني ايه كده اهو. طبعا يعني مش كله يعمل زيي، بس انا بقول لكم اللي انا هعمله كده كاني بغسل شعري بالشامبو بالظبط. احط على هوزعه كله كويس. خلاص كده اعمله كله واوريكم. عملته كله بس انا مش هسيبه كتير لان الدرجه دي بتلقط من الهواء، يعني بالذات اللي هي حتى هتلوثوا الشعر ابتدى على طول ياخد الدرجه. احنا بنبل شعرنا شويه، نسيت اقول لكم يعني انا لما ابتديت احط حسيت ان شعري مش مبلول فابتديت ابله شويه. اننا بناخد شاور كده، يعني نحط الصبغه بالشامبو بالاكسجين كاننا بناخد شاور، بنخليه على شعرنا هي 10 دقايق بالكتير وبعدين نغسله. اغسله بقى اوريكم. خلاص انا خلصته غسلته وعملت حمام كريم عشان برضو الشعر ما ينشفش. ولقيت يا جماعه دوف منزلين كريم بيعمل كيرلي، فانا قررت بقى كمان بما اني غير اللون هعمل الشعر كيرلي ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي مع اللون. وطبعا اللون مش واضح لانه طبعا مبلول دلوقتي، بس انا بقى ان حقيقي الكريم اللي عاملاه دوف ده يكون حقيقي بيعمل كيرلي. تنسوش اي وقت تغسلوا وشكم وتتوضوا وتاخدوا شاور اي حاجه لازم نحط موسترايز على البشره، نغرقها كده. تستخسروش بشرتكم يا ولاد، دي اللي هتنفعكم قدام. قولوا لي بقى في الكومنتس لو عايزين تشوفوا اللون والشكل عامل ازاي.